الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن تفاهات الشعب المصري. هنتكلم على عدم اللامبالاة. الشعب المصري بيجري ورا التفاهات. بيجينا شعب بصراحة تافه. عاوزين نسمع الفيديو بتاع الأستاذ أحمد كيمو بس وهعلق عليه. انت شوية والله العظيم انا مش شحات ولا بشحت ورب الكون، انا بس محتاج 30,000 جنيه اجيب ايفون. لما تصحى من النوم فجأة تلاقي واحد مصر كلها بتتكلم عليه وتسأل هو الراجل ده اخترع ايه ولا عمل ايه، ولا ابني وكل فخر يرد عليا يا بابا ده بتاع انت شوية انت شوية. والقنوات تستضيف وتتعاقد مع شركات المحمول. لازم تعرف اننا واصلين لقمة المجهول، تعرف ان الضلمة اللي احنا عايشين فيها عمرها ما هتجيب نور، تعرف ان اخلاقنا وحياتنا جالها سرطان وذنور، تعرف ان عيالك واللي بتعلمه لهم من قيم واخلاق المجتمع مصمم يقول لك فكك يا عم غور. لما تشوف حد بيغني عود البطل منفوف واشرب خمور وحشيش بياخد من ساري عربي عربية بنتلي هدية، يبقى ما تلومنيش اني قررت اقدم كل ما هو تافه صايص ملوش قيمة. ما تلومش المجتمع لما عيل ما طلعش من البيضة يرتكب ابشع جريمة. ما تلومش بتوع التيك توك وحالة المسخرة اللانهائية المستديمة، وكل ما ننسى ترجع ريما لعادتها القديمة. لما الجعبذ العلامة فلتة الزمان حمو بيكا الفنان اللي بيغني شقلطوني في بحر بيرة ياخد سيف ذهب هدية من أسرة عربية كبيرة. يبقى يا تخلي الهندسة والطب ينفعوك، خلي السنين اللي ضيعتها في السهر والعلم في الزمن ده يغنوك ويعلوك ويرقوك. انت فاهم الدنيا غلط يا ابني، خليك في الهلس اهدم وياك تبني، لان الهلس دلوقتي المجتمع بتاعك بيقول لك عندن فيك ده اللي عاجبني، ده اللي هجيب فلوس لبنتي ولابني. يا راجل بلا علام بلا بتاع، استاذ دكتور متخرج من الجامعه وسارح بفريسكا وربطتين نعناع، والهيافه دلوقتي بقت واضحه وعلى المشاع، واللي مستخفيه دمها بتاعت ثانك يو ده ايه في يومين بقت اشهر مشاهير في بلادي، ما بتعملش حاجه ولا اي حاجه بتعملها زيها زي غيرها، كله بلح وفاضي وبينشر التفاهه في المجتمعات، وضاعت البيوت وخربت مخاخ البنات. هم دول اللي هنستقبلهم على بلدنا ونطلعوا امهات، وطالما الام كده يبقى اكيد هتجيب عهات. وسندس عبد الهادي بتاعت كده وكده وعوجان اللسان، والقنوات بتستضيفها دلوقتي وعلى السوشيال ميديا عامله قلبان، وتقعد تركز في اللي بتقدمه محتوى صايص مايع تعبان، وكلها راحت في البتنجان. وعيل طالع بيسخر من الغلابه والمحتاجين وبيتمسخر عليهم في المترو ويسخف على الشقيانين. والله العظيم انا مش شحات ولا بشحت ورب الكون، انا بس محتاج 30,000 جنيه اجيب ايفون. وبعدها برضه الدنيا تتقلب عليهم مشاهدات عدت 20 مليون، واكبر قنوات وبرامج توك شو في الوطن العربي بتستضيفهم عمال على بطال، وتضيع الناس وتتاثر وتقلدهم العيال. ما هو شاف ان ده اللي بيبقى مشهور، خريج الطب والتربيه والألسن والهندسه ده انسان يائس مغمور. المجتمع طول الوقت مطلع له لسانه وعمال يقول له يلا غور، ويحتفل بواحد كل انجازه في الحياه انه عمل اغنيه من كلمه واحده بينادي فيها على بطه شيماء شيماء شيماء، وبقينا حاجه بسم الله ما شاء. بعد كل ولا حاجه دي ازاي هتقدر تقنع ابنك وبنتك ان الاحترام والاجتهاد والتعليم هم سبيل النجاح والوصول لحلمها؟ هتقنع ولادك ازاي وهم شايفين الولا حاجه في السماء كل يوم بيكبر نجمها؟ هتقدر تزرع فيهم القيم والمبادئ ازاي وهو بيشوف ان التخلي عنها هو سبيل سهل جدا للوصول للمجد والشهرة والثروة الكبيرة؟ هتقنع عقلك ازاي وهو شايف ان اللي بيوصلوا هم من يقدمون كل الاعمال التافهة الثقيلة؟ هتقدر تقنعه ازاي ان الادب والقيم والاخلاق وتمسك البنت بحياتها وادبها هم دول اللي بيوصلوا اصحابها؟ ازاي وهو شايف ان الولا حاجة وصلت للسما اصحابها؟ يا رب عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، يا رب لحالنا فأمهلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا،
وختاما ودايما لا يصح إلا الصحيح. في الآخر الحق والصح هينتصر على كل شلل المفاضيح، وكلمة الحق هتفضل أقوى تهد الباطل من طريقها وتزيح. فمهما طال الليل لابد له من زوال، وبكره جاي بنهار وفجر جديد وجاي بصلاح الاحوال. ودايما نسال ربنا انه ينجينا من شده الاهوال. فكل اللي انت شايفهم في كون ربنا منعمين من ولا حاجه مصيرهم الى زوال، والنهايه هتكون سيئه بسبب اننا عملنا قيمه للاسف لشويه عيال. سلام يا خالد. شكرا يا عم احمد، شكرا يا راجل محترم. فاكر ان الاسرار والغموض في الفضاء بس، فخليني اصدمك واقول للاسف الشديد الراجل ده بيتكلم كلام مظبوط، كلام صحيح. الله اكبر الله اعظم، العصر بيأذن. للاسف الشديد وصلنا لحاله الواحد مش عارف والله يعبر ويقول ايه. الشعب المصري بيجي بيجري ورا التفاهات. واحده بتطلع تقول الباميه تجيب 20 مليون في يوم. واحده طالعه تقول كده تجيب 20 مليون مشاهده مش عارف في كام يوم. مش عارف اللي هو والله العظيم ما بشحت يجيب 20 مليون ولا 30 مليون مشاهده في يومين ثلاثه. ليه وصلنا لكده؟ ولما الناس تتكلم في مصلحتكم محدش بيعبرها. لما الناس بتتكلم ليكم ولمصلحتكم محدش بيبص عليها. بيجينا بننظر على التفاهات. اعلامنا اعلام بيجري ورا التفاهات وسايب مصالح البلد وسايب الشعب. ولو شفنا حالة من الحالات المريضة او الحالات التعبانة محدش بيسأل فيها للأسف الشديد، وبيجروا ورا شوية عيال زي ما قال الأستاذ أحمد. أنا بحييه على الفيديو اللي عمله وحبيت أطرحه على حضراتكم ومتابعيني. الراجل ده بيتكلم كلام مظبوط. للأسف فعلا بقينا شعب بيجري ورا التفاهات. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.